مساء الخير على اجمل متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. معانا النهارده صينيه كيكه بالشوكولاته، طبعا تحفه تحفه تحفه. يا رب تجربوها وتعجبكم، من غير لبن ولا بيض، وان شاء الله هتعجبكم، اقتصاديه جدا. يلا بينا نسمي بالله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنا عندي كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، معلقتين كاكاو خام. طبعا هنا من اجمل واحلى الكيكات بالشوكولاته، بالذات طبعا عند الاطفال بتعشقها جدا. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. هنا مش هنحتاج ولا لبن ولا بيض، يعني اقتصادية جدا جدا. يعتبر ما عندناش الا يدوبك الدقيق وحاجات بسيطة كده موجودة في البيت. هنا انا عندي تكة ملح، لازم كيكة يعني تكة ملح صغيرة عشان تظبط القوام بتاع، عشان تظبط تعدل الطعم بتاعها وتبقى جميلة كده. هنقلب الحاجات الجافة دي مع بعض، ويا رب يا رب تجربوها وتعجبكم. متنسيش لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تعملي اشتراك وتعملي لايك عشان يوصلك كل جديد. هنا كده انا هحط كيس بيكنج باودر، هقلبه مع بعض كده. الحاجات الجافة كده هقلبها مع بعض وهركنهم على جنب، وهنعمل بقى الحاجات السايلة. هنا انا عندي كوباية المية، نص كوباية سكر. طبعا هنا مش حاطة سكر كتير لان انا لسه عندي شوكولاتة، فانا هحط سكر في الشوكولاتة. هنا عندي كوباية المية دي بدل كوباية اللبن. قلنا النهاردة هنعملها اقتصادية من غير لبن ولا بيض. هنا عندنا السكر بتاعنا لازم ندوبه في المية كده عشان ما يبقاش موجود معانا. هنا انا قلبت السكر بتاعي، هنزل كده على الدقيق بتاعي كده واقلبه. عايزه لايكات كتير عشان اللايكات بترفع من الفيديو يا جماعه وبتخلي كل الناس تشوفه. وما تنسيش لو اتفرجتي عليه تدوسي على اللايك تحت كده، يا دوبك هتدوسي على الزرار، مش هتخسي يعني، مش هتحتاجي حاجه، يا دوبك هتحطي ايدك كده هتلاقي الزرار تحت. هنا حسيت ان انا محتاجه حبه ميه، القوام بتاعها تقيل قوي، رحت حطيت حبه ميه كده عشان اظبط القوام بتاعها. على حسب الدقيق اللي عندك، ممكن ما تحطيش ميه، على حسب انت الدقيق اللي عندك تقدري تظبطي القوام بتاعه وتحطي الميه براحتك. بس ما تكتريش ميه عشان ما تبقاش سايله منك، تبقى مش حلوه. هنا لازم الخطوه دي انك تقلبي كتير، كل ما بتقلبي كتير كل ما بتدخلي الهواء في الكيكه. اهم حاجه يا جماعه الكيكه لازم تدخلي لها الهواء بتاعها. هنا عندي نص كوبايه زيت. وما تنسيش لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي تعملي اشتراك وتعملي لايك، ويشرفني انك تزوريني في القناه بتاعتي. لازم النقطه دي لو ما عندكيش خلاط تعملي بايدك، لو ما عندكيش المضرب برضو تعملي بايدك. احنا ايدنا شغاله، مفيش خلاط ايدنا شغاله، مفيش مضرب ايدنا شغاله. كده انا خلصته كده ودخلت الهواء كتير فيه. بصي دي، بصي ده الهواء اللي بقولك عليه. بصي لازم تخليها كريمي كده عشان تطلع معاكي هشه وحلوه. لو ما عملتيش كده هتبقى كاتمه منك كده وناشفه، ملهاش لازمه. بصي الهواء بتاعها، ارفعيها لفوق كده اهوت، عشان لما بترفعيها لفوق بتدخلي الهواء اكتر. هنا طبعا انا ما حطيتش كتير لان انا محتاجه عندي هنا مش عايزاها تبقى عاليه، لان انا لسه هحط صوص شوكولاته فمش عايزاها تبقى عاليه. احنا هنا حطيناها في الفرن، هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاع الشوكولاته. هنا عندي نص كوبايه سكر، نص كوبايه السكر اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا حطيت نص كوبايه في الكيكه والنص احطه في الصوص عشان ما تبقاش مسكره قوي. هنا عندي نص كوبايه كاكاو، هنا نص كوبايه نشا. هنقلبهم مع بعض كده. هنحط كوبايه ميه، طول ما هي على النار. انت ما عجبكيش القوام بتاعها وعايزه تحطي ميه حطي، حسيتي اللي هي خفيفه خليها تغلي على النار هتتقل، على حسب الصوص اللي انت بتحبيه تقيل او خفيف. هنقلبهم مع بعض كده ويندمجوا مع بعض كده. انا قلبتهم كويس، السكر بتاعي داب
والنشا بتاعي خلاص ما بقاش موجود، والنار على نار واطيه خالص عشان النشا بتاعي ما يتلسعش مني. لازم تبقى نار هاديه عشان ما يتلسعش منك. بص هنا بعد ما غلي معايا، بص لونه غمق كده واستوى معايا. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه. لو انت عايزاه خفيف حطي حبه ميه، عايزاه اتقل من كده هو كده كده لما يبرد هيتقل كده. خلاص كده طالما غلي معايا يبقى كده خلاص. الكيكه كانت طلعت معانا وبردت. انا هعملها هنا بالشوكه عشان انا هسقيها هنا نص كوبايه لبن. نص كوبايه اللبن لو انت مش حابه تحطيها مفيش اي مشكله. لو انت مش عايزه تحطي اي حاجه مفيش مشكله. ممكن تجيبي حبه ميه بحبه كاكاو وتحطي برضو، ممكن تحطي كده، مفيش اي مشكله. مش هنقف على نص كوبايه اللبن، بس انا عشان كانت موجوده عندي فانا حطيتها. هنا لازم اعمله كله كده عشان اللبن بتاعي يتشرب فيها كلها. يا رب تجربوها وتعجبكم وتدعوا لي دعوه حلوه. انت اول ما تشوفيها كده هتقومي تعمليها، لان كل حاجه عندك موجوده واقتصاديه وسهله جدا وموفره جدا. هنا انا عندي الصوص بتاعي كان برد شويه، بس انت حطيه في التلاجة خليه يسقع معاكي عشان لما تيجي تحطيه كده ما يبقاش سايح. انا كنت مستعجله وعايزه انزل فانا حطيته سخن، وقلت كده احطها في التلاجة وبعد كده ايه هغيب عليها ساعتين وهجيلها الاقيها بردت معايا. هنا طبعا عشان انا حطاها سخنه فسايحه خالص. انتي ممكن تسيبيه يسقع، ممكن تحطيها وبعد كده تسيبيها تسقع بالمره في التلاجة مفيش اي مشكله. هي النتيجه. هنا كده هحطها ساعتين في التلاجة واروح المشوار بتاعي وارجع لكم. هنا بقى ايه بعد ما جيت طلعتها من التلاجة كانت خلاص اتمسكت معايا، والصوص بتاعي كده مسك في الكيكه وبقى شكلها جميل. بألف هنا وشفا ويا رب تعجبكم. باي باي يا حبايب قلبي.